بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متابعين قناة أطباق شهية وصحية، متابعيني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم بدي أعمل لكم الفلافل بطريقة جديدة. تابعوا الفيديو للأخير ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك. راح نبلش في مكونات الفلافل. بجيب حمص حب، أنا هون استخدمت نص كيلو، بنقعه من 6 ساعات ل8 ساعات، بعدين بغسله من المي وبجهزه عشان راح أفرمه على الفرامة. طبعا بحط معاه ربع ضمة بقدونس، ربع ضمة نعنع، 4 أسنان تومة، وفلفل حار، طبعا حسب الرغبة الفلفل الحار، وبصلة كبيرة أو بصلتين صغار. هسا راح أجيب الفرامة، طبعا إما فرامة الملوخية أو فرامة اللحمة. راح أحط البصل والبقدونس والنعنع والتومة، فلفل حار والحمص. هسا بفرمهم. هون طبعا لساتهم خشنين، أنا بدي إياهم أنعم من هيك، فبحط عليهم شوية مي، تقريبا ربع كوب مي، وبرد بفرمهم. وهيك صار القوام عندي تمام، يعني انفرموا ناعم. شايفين كيف؟ هسا بحطهم في صينية. هسا بالنسبة للبهارات بحط معلقة كبيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بهارات مشكلة، ونص معلقة صغيرة بابريكا، وكاري نص معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة بايكربونات الصوديوم أو كربونة، وطبعا ملح
أنا هون حطيت معلقة صغيرة مليانة، بحركهم مع بعض. هسا مكونات الحشوة اللي راح أحطها في السندويشة. أول إشي بحط طحينية، بحط حوالي 6 معالق كبيرة طحينية، نص ليمونة، ومعلقتين كبار لبن، سن تومة بهرسه، بحركهم مع بعض. إذا شفتوه جامد شوي ضيفوا له شوية مي. أنا هون شفته جامد فضفت له شوية مي ورشة ملح. يعني ما تكتروا مي مشان ما يصير معاكم طري. هسا برش سماق بلدي عشان يعطيني كمان حموضة وزكاوة. يعني هاي الخلطة كتير زاكية مع الفلافل بدل الحمص. هسا طبعا دهنت القلاي بزيت نباتي، يعني دهنة خفيفة. وبعدين فردت العجينة الفلافل، يعني أخذت قسم من عجينة الفلافل وفردتها في القلاي. وهسا حطيتها على النار، حطيت شوي رشة سمسم. وهسا راح أغطي عليها. طبعا النار عليها وسط. ومهم جدا إنه تكون القلاي جرانيت عشان ما يلزق معكم. طبعا بضلني أحرك فيها وبنتبه عليها عشان تتحمر مزبوط. برد بغطي. هسا بعد ما تحمرت راح أقلبها على الجهة التانية، بحطها في صحن وبعدين بقلبها عشان ما تتفتفت معاي. شايفين كيف؟ هسا راح أرجعها على النار عشان يتحمر من الجهة التانية. نفس الشي بغطي وبنتبه عليها لما تتحمر. هون بعد ما تحمرت هاي قرص الفلافل صار جاهز. زي قرص البيض. طبعا لأن القرص كبير فأنا جبت خبزة وحددت حواليها عشان بدي أحشي الفلافل بهاي الخبزة. طبعا أكيد هاي الزوائد ما راح أكبها، راح أحطها في سندويشة. شايفين كيف الفلافل؟ هسا راح أدهن الخبزة بالطحينية اللي عملتها
مع التومة والليمون واللبن. ادهنوا كل الأطراف وكتروا، لأنه كتير زاكي هاي الخلطة. هسا بحط قرص الفلافل، برضو بدهن الوجه. طبعا ممكن تاكلوها بدون إشي، يعني تاكلوه بس بالطحينية، خلطة الطحينية، وممكن تحطوا عليه بندورة زي ما أنا حطيت، يعني خضار، بندورة مع خيار. أنا حطيت هون بندورة وملفوف وخس. زيتون أو مخلل، أنا عندي زيتون. وفليفل ملونة، استخدمت الأحمر والأصفر. وهيك السندويشة بتصير جاهزة. ممكن تسخنوها على النار، ممكن تاكلوها هيك زي ما بدكم. هسه راح أورجيكم كيف من جوا. وهاي السندويشة، يعني فلافل صحي مع الخضار، كتير مفيد وكتير زاكي. بتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك. شكرا كتير للمتابعة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.